إنا لله وإنا إليه راجعون. رحل عن عالمنا أشهر فنان في السينما المصرية من صغره لفت الأنظار. رحل عن عالمنا الآن الفنان الكبير أحمد فرحات، أشهر طفل في السينما المصرية بعد صراع مع المرض. والمؤلم في الموضوع هو سبب وفاته اللي كشفته زوجته ولحظاته الأخيرة على فراش الموت. ولكن قبل ما نعرف سبب وفاته والمرض اللي أودى بحياته، خليني أقول لكم إن الفنان أحمد فرحات ابتعد عن السينما لمدة 50 سنة، ورجع بدور صغير جدا في مسلسل أفندينا. رحل اليوم بعد تعرضه لوعكة صحية من كام يوم بالظبط، وبعد الفحوصات الطبية تبين إصابته بجلطة في المخ ونتجت عنها تعب شديد أصابه بشكل مفاجئ. وآخر لقاء تلفزيوني شارك فيه الراحل أحمد فرحات قال: أنا المخرجين كانوا بيخطفوني من بعض بعد نجاحي الكبير اللي حققته في فيلم سر طاقية الإخفاء. رحل اليوم عن عمر يناهز 74 سنة. يا ريت كلنا ندعيله بالرحمة والمغفرة.